كان في سؤال جالنا على آخر حلقة اللي اسمها النصيحة الأخيرة. الحلقة دي الحقيقة كانت درامية شوية، ولكن هي عبارة عن شوية نصائح مهمة جدا، خصوصا ان احنا دلوقتي في السنة الجديدة، فكان لازم ان شوية النصائح دي تتجمع وتتقال بناء على خبرات ومشاكل وبلاوي زرقاء كتيرة الواحد اتعرض لها الفترة اللي فاتت، ولكن دي عادة الحياة، وشوية الدروس اللي الواحد بيتعلمها في الحياة لازم ينقلها لكل الناس علشان يعني نتمنى ان هي تفيد. يمكن اي حد بيعدي بظروف صعبة او هو فعلا دلوقتي في ظروف صعبة، يمكن الحاجات دي تحاول ان هي تديله امل او تديله حافز انه يكمل. فواحد من الناس للاسف الشديد في احد الكومنتات او التعليقات رد محبط. تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول: يمكن لم ترد او يعني لم ترضى يعني ان تكسر خاطر المصممين، لهذا لم تقل ان مهنة التصميم في تراجع رهيب لعدة اسباب، ويمكن تكون مهددة بالزوال اصلا. كلام كبير الحقيقة جدا. وكمان هو بعد كده عقب على تعليقه او كتب تعليق تاني الحقيقة أهم من التعليق الأولاني بكتير، فأنا رديت عليه بقول له: بالعكس، المجال في قمة ازدهاره وكل يوم في تطور دائم. يمكن في بعض الدول العربية في تخريف للأسف بيؤدي لضعف المجال، لكن في الخارج في دول كتير ما شاء الله المجال مزدهر فيها جدا جدا. فردوا عليا كان العيب مش في المجال نفسه فقط، بل في الظروف إن صح التعبير المحيطة بالمجال. من عيوب مجال التصميم التي لا تنفك عنه هو، انا كان نفسي ان انا اعرف اسمك ايه، ولكن اسمح لي ان انا هرد على كل جملة من الجمل دي على حدة. خلينا ارد الاول على خضوع العمل الفني للذوق. حتى ولو كان المصمم يقدم عمل يراه ممتاز، قد يراه العميل سيء. دي اول غلطة انت ممكن تقع فيها كمصمم جرافيك مبتدئ او كمصمم جرافيك حتى محترف. مين قالك اصلا انك كمصمم جرافيك مبتدئ او محترف او ايا كان خبرتك او عدد سنين خبرتك قد ايه، مين قالك انك المفروض تعجب بالتصميم اللي بتقدمه للعميل؟ احنا مصممين محترفين، بمعنى انك بتقدم خدمة للعميل، الخدمة دي مدفوع ثمنها من قبل العميل ده. انت مسؤول حرفيا بنسبة 100% انك تقدم للعميل اللي يناسبه واللي يرضيه، مش اللي يرضيك ومش اللي انت شايفه مناسب ومش اللي انت معجب بيه. ودي نقطة مهمة جدا، وأول درس لازم تتعلمه في تصميم الجرافيكس، إنك مش بتقدم شيء ليك أنت. طبعا أكيد الحاجات دي مهمة إنك بتحطها في البورتفوليو بتاعك، ولكن إرضاء العميل هي أهم غاية لازم المصمم أو أي مصمم إنه يحققها أو إنه يوصل لها. فده الدرس رقم 1. برضو صديقنا بيقول: سهولة الدخول لهذا المجال مقارنة بغيره، لأن هذا المجال لا يحتاج كثير من الذكاء ولا كثير من المعلومات. وهنا برضو الغلطة رقم 2. مشكلة المجال بتاعنا انه يبان من بعيد انه لطيف وانه ممكن يكون مجال اضافي او حاجة زيادة الواحد بيعملها في ساعتين 3 في اليوم، ولكن خليني اصدمك واقول لك ان المعلومة دي برضو غلط تماما. لان اللي عايز يحترف المجال واللي عايز ياخد فلوس اكتر واللي عايز يحقق ليفل او مستوى معين او مستوى احترافي في المجال بتاعنا، لازم يذاكر كتير جدا، لازم يبقى عنده معلومات ضخمة جدا، لازم كل يوم يطور نفسه، يعرف الادوات الجديدة اللي نازلة السوق ايه البرامج الجديدة والتحديثات بتاعتها ايه، كمان الكورسات اللي بتتقدم في السوق واللي ممكن تزود من مهاراته ومن مستوى خبرته. يعني مش بكلمتين او مش بكورس صغير او حتى مش شوية فيديوهات على اليوتيوب هتوصلك انك تبقى محترف في المجال ده. في ناس كتير جدا جدا وانا معاك في السوق يعني منتشرين، ولكن شغلهم ضعيف جدا ومستواه اقل ما يقال عليه انه ملوش لازمة. الناس دي بتلاقي شغل على فكرة، ولكن بيبقى الشغل ده يعني معظمه محصور في الخدمات المصغرة، واقصى مبلغ ممكن ياخده في اي شغلانة هو $100 $50، يعني ده بالنسبة له حاجة كبيرة يعني. ولكن بقى تعالى للشركات الكبيرة، وتعالى لما تحب تقدم على شغل الشركة ضخمة وعايز تشتغل معاهم مثلا فول تايم او بارت تايم، مش هتعرف توصل لده ابدا، وده لان مستواك ضعيف. الحقيقة دي بيتم كشفها بمجرد ما يقدم في شركة بيتصدم فورا. فاوعى تكون فاكر ان المجال سهل وان المجال اي حد يدخل فيه خالص. مجال الجرافيكس زيه زي مجال الصيدلة والطب والهندسة، لازم تتعلم اساسياته ولازم تحترف وتتقن ادواته كويس جدا، ودايما تفضل تطور نفسك فيه، لإما هتفضل في مكانك وهتفضل برضه $50 وبال$20 وبال$5، وده اقصى حاجة ممكن توصل لها. فدي تاني غلطة عندك، وانك برضه
مش قادر تفهم المجال صح. العيب القاتل في هذا المجال هو صعوبة التفريق أحيانا بين المصمم الموهوب المحترف والهاوي، وهذا العيب مرتبط بالنقطة الأولى، وهو أن تقييم العمل يخضع للذوق، وده غلط تماما خالص. خليني اقول لك برضه واصدمك ان لا، في شركات كبيره عارفين الفرق ما بين الموهوب والاي كلام واللي سارق واللي عبيط واللي اهبل. كل الحاجات دي مفهومه، وكل الحاجات دي بسهوله جدا تقدر تكشفها او تفضحها من خلال البورتفوليو، من خلال كمان طريقه عمل السي في. واحد زي شاف الاف السيفيهات لما كنت بشتغل في شركات وكان مطلوب مني ان انا اعمل انترفيوز لناس، كنت بتفرج على ناس كتير سارقه شغل وناس كتير واخدين كورسات ومطبقين الكورسات دي في شغلهم، فكان كل الحاجات دي يعني بتبقى مقفوشه وبتبقى معروفه كويس جدا. لا، الشركات لما بتيجي بقى تشتغل مع شركه كبيره او تاخد بقى طريق الاحتراف وخلاص بقى عايز توصل لمستوى معين في شغلك، صدقني كل ده بيتحطم قدام الفول تايم او البارت تايم او حتى الفريلانس لما تبقى عايز تشتغل مع عميل قوي او شركه او مؤسسه كبيره في السوق. لكن كل الحاجات دي بتتدارى وبتستخبى في وسط العملاء الصغيرين. يعني واحد عايز كارت، واحد عايز لوجو للموقع بتاعه مثلا، واحد تاني عايز مونتاج بسيط لفيديو مثلا لعيد ميلاد. بالاضافه لما سبق من عيوب، ياتي الذكاء الاصطناعي والمواقع التي تعمل اونلاين لتعديل الصور او تطبيقات سطح المكتب، كلها تقوم بمهمات كان يقوم بها المصمم سابقا. وده طبعا كلام برضو يعني ملوش اي اساس من الصحه. الذكاء الاصطناعي الحقيقة هو أداة من أدوات المصمم الذكي والشاطر والموهوب، لو قدر يستخدمها هيعرف يطلع منها يعني حاجات جميلة جدا. ولكن لما هتيجي تستخدم الذكاء الاصطناعي لازم تبقى عارف ومتأكد إن الكلام ده كله ملوش حقوق، لأن الكلام ده كله أصلا أو معظمه مسروق. وصدقني يا صديقي، عمر شغلانة التصميم ما هتنحصر في كلمتين او ان انت تدخل كلمتين 3 يطلع لك تصميم. ده فشل، مش فشل بس، ده كلام فاضي وضحك على الدهون وعايزين يلموا فلوس من الناس وخلاص. اوعى تكون فاكر انك هتدخل كلمتين كده انت بقيت مصمم. انت فاشل، ومش بس فاشل، انت كمان بتضيع وقت وبتضيع فلوس ومجهود. بدل ما تقعد تعمل الكلام ده، حاول تذاكر لك كلمتين يا معلم، حاول تدخل تشوف اي كورس، حاول تطور موهبتك وتطور مستواك. وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، انتشار الذكاء الاصطناعي في المجال او انتشار يعني الشغل بالذكاء الاصطناعي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده هيؤدي الى غلو ثمن المصمم. وده لان لما العمل الفني الكتير قوي ده لما هيترطرط في السوق، الناس هتبقى فاهمه ان ده مخلق او جينيريتد او سي جي جينيريتد او كمبيوتر جينيريتد، ايا كان المسمى اللي هتحبه ايه. يعني الكلام ده في الاخر هيتهرش انه يا جماعه ده مسروق وان ده شغل بكلمتين تطلعه. فايه اللي هيحصل؟ لا اما العميل ده هيروح يدفع فلوس للاماكن دي او المواقع اللي بتطلع الكلام ده وهو بقى يعمل الكلام ده بنفسه، وبالتالي طبعا برضو ده هيسبب انه مش هيقدر يوصل لحاجه، لان حته التصميم الفني او الحته الفنيه دي موجوده عند ناس معينه ربنا سبحانه وتعالى هباها الموهبه دي. ما تقلقش خالص انه ياخد شغلتك او حاجه زي كده. الموضوع يعني هو واخد ضجه كبيره اليومين دول لانه لسه جديد. الاي اي هو مجرد اداه مساعده، وبرغم كده وبقولها 100 مره اني انا ما بحبسش ان الناس تستخدم الذكاء الاصطناعي، مش عشان هو وحش، لا عشان ده سرقه يعني مجهود ناس كتير. وتقدروا تدخلوا على الارت ستيشن وتشوفوا كميه المصممين والفنانين اللي ضد اصلا الموضوع ده، لان هم فعلا اتسرقوا، شغلهم اتسرق. تعالوا كده نكمل بقى الكلام الجميل اللي صديقنا ده بيقول له بما ان صار كل من له كمبيوتر ونسخة من فوتوشوب يسمي نفسه مصمم، صارت الأسعار في الحضيض، وبالتالي حصة كل مصمم من العمل صارت قليلة جدا. ولهذا قررت أكون مبرمج أحسن من أنافس الأطفال في التصميم. صار في مصممون يعملون فريلانس عمرهم 8 سنوات. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن الرزق قال لك ان كل بني ادم ليه رزق مكتوب، وكل بني ادم رزقه بينزل له ورزقه بيروح له لحد عنده. رزقك جاي لك. فما بتقوليش ان حصه كل مصمم هتقل، مفيش حاجه اسمها كده خالص. احنا مش بنوزع بطاطا ولا بنوزع قوطه والقفص هيخلص فخلاص لا الناس اللي خدت مش هتاخد بكره بقى ياخدوا، مفيش حاجه اسمها كده. ربنا سبحانه وتعالى من يملك خزاين الدنيا والاخره، كله يا معلم بيرزق وكله بياكل عيش. لو ليك رزق في التصميم حتى لو انت مصمم ضعيف هتاخد الرزق ده. لو انت راجل محترف وقوي جدا في المجال وملكش رزق في المجال مش هتاخده. ولكن السعي طبعا والمجهود وكل حاجة والمذاكرة كل الكلام الجميل اللي احنا اتكلمنا فيه مطلوب ومطلوب جدا. لكن اوعى تقنع نفسك او اوعى تضحك على نفسك وتقول ان الرزق هيقل في المجال ده. وصدقني كل ما هتطور نفسك وهتذاكر وكل ما مستواك يعلى كل يوم عن التاني رزقك ده ان شاء الله هيزيد برضه، لان ربنا بيشوف الكلام اللي انت بتعمله، فرزقك ده هيزيد. وكمان فرصك في انك تشتغل بقى مع الناس النظيفه او الناس القويه في السوق عموما سواء بره او جوه برضه الفرص دي هتزيد. نصيحه اخيره
ما تسمحوش لحد انه يحبطكم ويقول لكم ما اعرفش ان الذكاء الاصطناعي مش عارف عامل ازاي والمجال هينتهي مفيش الكلام ده خالص. طول ما انت عامل اللي عليك، وطول ما انت بتذاكر، وطول ما انت شايف وحاطط ربنا قدامك وبتكلمه كده وتقول له يا رب انا بعمل اللي عليا وبسعى، اكرمني وارزقني، صدقني ربنا هيرزقك مهما كنت بتعمل ايه. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تشوفوا الحلقات اللي جايه من زاك توك. كان معاكم محمد زازوق من زاك ووركس دوت كوم وزاك ووركس دوت اكاديمي. السلام عليكم.